ويقدر يروح. تتلعب الكوره ويعدي على طول الباك الشمال دراما اهو اللي بقول عليه اهو اللي بقول عليه رقم 14 عثمان سيسي. ده اللي انا بقول يعني عمر كيده رقم 24 يحط هدف في عشوائي، الكرة العشوائية والعمق الدفاعي والنوم في العسل، وعمر كيده يحط هدف الاول، واتصعبت على النادي الاهلي، اتصعبت على النادي. اجسام فرعه ولياقه، عندهم دوري عام، هم في المركز الثاني، وعمر كيده على طول في الدقيقه، يعني هنشوف الدقيقه كام، وهدف يسأل عنه العمق الدفاعي بتاع النادي الاهلي. ادي الكره مرفوعه اهو. فين العمق هنا؟ فين العمق هنا؟ مفيش عمق هنا، ولا يسأل عنه شريف إكرامي، لأن الراجل العمق فين؟ العمق فين؟ بيوصله، ودي بتاع كات شريف اللي هو بيسقط ورا. في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول يتقدم مالي، يلعب 10/10، ولكن قوة انقضاض لاعبي مالي قوي جدا. بركات، شريف، عاشور، سيد معوض، عاوز يعمل هات وخد وزقه، بيزقه جامد قوي. اخيرا صفر بوشعيب بفاول، ويمكن مقسومه لك بقى ابو تريكه او عبد الله السعيد. هنشوف مين اللي في اكتر من لاعب دلوقتي في النادي الاهلي بيشوط كرات ثابته كويس. احمد فتحي صدفه بسوء حظ كبير قبل ما يطلع من ضربه حره مباشره، والقعده بتاعت يعني عبد الرزاق كده، الراجل قاعد مسلم من، بصوا اخطاء قد ايه، 16 خطأ، كلها ضغط. لازم النادي الاهلي يلعب بالحركه، يعني عماد متعب مع جده يتحركوا عشان ياخدوا التمريره، اما الوقوف والثبات فمصلحتهم، لمصلحه مالي. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. عماد سابها لابو تريكه، الموزه بتاعت زمان، ابو تريكه، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. الله، الموزه بتاعت زمان، الموز المغربي الموزه بتاعت زمان، والخبره هنا. المباراه هتبدا. ابو تريكه وهدف جميل. الموزه اهي. واحد يقول لي ايه موزه؟ اقول له الواو بتاعت علي زيور الله يرحمه. الواو ايه، بلاش موزه اهو. مش ممكن لا تصد ولا ترد، ومنظر المصورين ورا هيضغط، ياخدها الراجل تاني ويسلمها، وترجع كوره ورا تاني مره لابو بكر كونيه، تتخطف وسريعه بقى. ادي السرعه، صلح دومينيك وانت بتهبط من هنا، وضربه ركنيه، وده ضربه جزاء النبادي بقى. النبادي صفر بوشعيب، ضربه جزاء اهو، ضربه جزاء على طول. هنشوف في ايد مين ضربه جزاء، بيقول له ابعد يا شيخ، ده انا سايب لكم 3 اهو، بيبرق له كده اهوت. هنشوف اهو، ادي دومينيك، وادي على طول محمدو كوندو هو اللي خد الانذار ده. محمدو كوندو، وممكن يبقى في ضرب النهارده كمان، وضربه جزاء للنادي الاهلي. انا هسكت خالص ومش هتكلم خالص، لان وقت عصيب خالص، لا هقول مين ولا ايه ولا الا لما ان شاء الله تخش الشبكه. ابو تريكه وجها لوجه لسمية. بصوا الاعصاب، محمد ابو تريكه، الحمد لله، والهدف الثاني لمحمد ابو تريكه. يحط الهدف الثاني، باقي على الحلو دقه، باقي الهدف الثالث، باقي على الحلو دقه، باقي على الملعب المالي هدف ان شاء الله. 2 النادي الاهلي، 1 الملعب المالي. ابو تريكه فرس الرهان، وهو دائما يعزز افكار مستر جوزيه، ودائما هو اللي رافع راس جوزيه، ودائما هو اللي رافع علم الاهلي. ابو تريكه الرجل التقي المتواضع، له 4 أهداف في البطوله حتى الان،
وكان ليه قبل كده 23 هدف، يبقى وصل الى 27 هدف حتى الان. امسك الخشب. 2-1 احرج لحظات المباراه. 5 حد فاضيه كبيره قوي. تنزل الكوره هناك من ابو تريكه لسيد معوض. مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ اتلعبت. مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ ابو تريكه لعب. 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 3-1. محمد ابو تريكه يعيد البسمه الى مستر جوزيه، ويعيد الثقه الى مستر جوزيه، ويعلي حسنا، ويعمل بسمه على جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها. مين يصدق؟ انا اصدق لان ده ابو تريكه. مين يصدق؟ انا برضو اصدق لان ده ابو تريكه. ابو تريكه و3 اهداف النهارده كلهم يعني ابو تريكه. 3 النادي الاهلي، 1 مالي. بتلك النتيجة إن شاء الله إن شاء الله يصعد النادي الأهلي إلى دوري المجموعات مع رفيقه وحبيبه نادي الزمالك اللي وصل امبارح على حساب المغرب الفاسي. ادي ابو تريكه اللي لعبها للراجل وراحت سقطت له. دعاء الوالدين. بصوا جات له هو. الحمد لله اللي جات له هو، لو جات لحد تاني كان ضيعها. الحمد لله اللي جات لابو تريكه، وكان ضيعها اي حد تاني مع احترامي لان الاعصاب متوتره. بصوا اي حد تاني كان في المدرج، انما ده ابو تريكه. انما اتصلحت كده من عماد متعب. 3-1. كل اللي في البلكونات يخشوا، كل الاهلاويه اللي في البلكونات يخشوا، كل اللي بيشرب سيجاره يعني يطفيها. النادي الاهلي على اعتاب التاهل. احرز ابو تريكه الهدف الثالث